أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين ومتابعين زواج أونلاين، يا رب يكون الجميع في أتم صحة وأحسن حال. ومع أجدد عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج على كتاب الله وسنة رسول التواصل معنا. وبنأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معنا هي هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة على الفيسبوك، وسايبين لحضراتكم الرابط بتاع الإيميل موجود في الوصف بتاع القناة. وفي الحالتين إذا كنت بتتواصل معايا هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة، هيتم الرد على حضرتك أو على طلبك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. وبأكد ليكم إن إحنا بنقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط، علشان الناس اللي بتقول إحنا بنتقاضى مبالغ مالية مقابل الخدمة. فأنا بأكد لحضراتكم إن إحنا لا نقبل أي مبالغ مالية مقابل الخدمة، فإحنا بنعمل لوجه الله فقط. فربنا يقدرنا بإذن الله اللي إحنا نقدر نوفق راسين في الحلال ونكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. ويا ريت لو حضرتك بتتواصل معايا بخصوص عرض معين، يا ريت تتواصل معايا ببياناتك، البيانات زي سنك ومكان إقامتك وحالتك الاجتماعية ومؤهلك الدراسي وعمل حضرتك، علشان نقدر نساعد حضرتك في طلبك ونهتم بطلبك، لأن من غير بيانات حضرتك مش هنقدر نساعدك. وفي نفس الوقت علشان لو انت بتتقدم لعروسة من العروض اللي احنا بنقدمها على القناة، نقدر نعرض بياناتك عليها، وربنا يقدم الخير للجميع ويرزق الجميع بالأحسن والأفضل اللي إن شاء الله. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، نبدأ عرض النهاردة ونخش في التفاصيل. عرض اليوم لمدام أرملة، على قدر كبير من الجمال والاحترام، بترغب في الزواج من إنسان محترم يصونها ويحافظ عليها. نبدأ العرض ونخش في التفاصيل. كود العروسة هو 420 زي ما أنا قلت لحضراتكم لمدام أرملة. مؤهل متوسط، لا تعمل وتقيم في المنزل، لديها أولاد متزوجين وكل واحد ليه حياته الشخصية. وزي ما قلت لحضراتكم هي بتقيم في منزل العائلة، هي لها شقة خاصة بيها، ومفيش أي مانع إن الزوج ممكن يقيم معاها، لكن بشروط. لو حضرتك مهتم وعاوز تعرف الشروط كمل معانا العرض للنهاية. وهي أيضا متيسرة ماديا، زوجها السابق ترك ليها أملاك، وهي بتقوم بمباشرة الأملاك ديت. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة الجيزة. السن 50 سنة. وفي ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد، يعني يا ريت اللي يتواصل معايا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية، علشان أقدر أساعدك بخصوص العرض ده. وقبل ما نقول مواصفات الزوج، بحب أفكر حضراتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تشجيعا ودعما منكم لنا، علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، علشان نقدر نساعد الناس الجادة في إيجاد شريكة العمر أو شريك العمر المناسب ليهم. فيا ريت لو حضرتك وانت بتتفرج على العرض مش هتخسر اي حاجة، في ثواني هتعمل لايك للفيديو، ده هيحسسني ان انت بتتفاعل معايا. وايضا بحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبأكد لحضراتكم ان احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم جميعا. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. يكون مطلق او ارمل، لان زي ما قلت لحضراتكم هي لا تقبل التعدد. يكون قريب جدا منها في السن، في منتصف الخمسينات او اوائل الستينات. يكون ملتزم وعلى خلق، ويكون لديه دخل ثابت أو عمل ثابت، ويكون أيضا من نفس المحافظة اللي هي بتقيم فيها، لأنها لا ترغب في الإقامة خارج بلدها بسبب ظروف زي ما أنا قلت لحضراتكم في بداية العرض، إن هي عندها أملاك وهي اللي بتباشرها، فهي ما تقدرش تسيب المحافظة اللي هي بتقيم فيها، وبسبب ارتباطها بأولادها. ويكون أيضا ميسور الحال. طريقة التواصل معاه هي شخصيا، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة، يا ريت يتواصل معانا برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة ورقم موبايل ليه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، طريقة عشان تكتب رقم الموبايل عشان الرسالة تظهر ببياناتك ورقم الموبايل، قلت لحضراتكم ازاي في فيديوهات سابقة. وبإذن الله هي تتواصل مع الشخص المناسب ليها من خلال تعليقات حضراتكم، لأن هي عضوة معانا على القناة وبتتابع جميع التعليقات. فربنا يقدم لها الخير ويرزقها بالإنسان اللي يصونها ويكون سندها ويحافظ عليها. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج اونلاين هتلاقي الاحسن والافضل ليك معانا ان شاء الله. وفي النهاية تحياتي لحضراتكم جميعا.